كده يا جماعه انا بحمر البصله شويه، هخليها غامقه عشان ده هيتعمل صياديه. مش عارفه الايام دي كل ما اجي اسجل الصوت على الفيديو ما بيسجلش، مش عارفه ليه. ساعات ببقى عايزه اطلع الصوت بس للشرح الحاجه اللي انا بعملها، علشان في اصوات تانية. رز غامق بس رز صياديه. وفي عندي بقى طالب واحده شوربه كده، سمكيه شوربه صياديه برضو احنا بنحبها قوي، بتبقى لذيذه. يا دوبك تاخد غلوه كده مع الشوربه، بعصر لها ليمون كده عشان تعمل وش حلو، وبعدين بشيلها من الشوربه عشان بعد كده لما اجي اسخن الشوربه السمك ما يتهرش. هتشوفوها معايا، انا عملتها في فيديو قبل كده. وهنعمل بقيه السمك مقلي بالثوم والخل كده، اكله بقى من بتاعه زمان دي. هو بصراحه يعني الصياديه دي العشق يا جماعه، الصياديه والرز الصياديه اللي بيتاكل حاف ده مع البصل الاخضر ومع الكرات. بس طبعا الاكله دي بتبقى عايزه اللمه عشان تفتح النفس. هغماها كمان شويه. بنقول عليها اكلات البحر، يعني مشهورين فيها يعني، دون عن اي بلد زي اسكندريه والسويس وبورسعيد. دول برضو اكل الصياديه والسمك البلطي والسنجاري مشهورين يعني. شوفوا بتغمقي معايا بسرعه ازاي، وتبقى في نفس الوقت طريه اهي مش ناشفه. بس انا بقى هقوم شايلاها من الزيت على جنب كده علشان اطحنها. هاخد جزء للشوربه وجزء هسيبه كده في الرز من غير طحين يعني. هي بدأت ريحتها تطلع اهي واللون بتاعها جميل اهو. اخلص بقى ونوريكم يا جماعه. قسمت البصله نصين، نص هخلطه عشان الشوربه ونص حطيته في الخل والرز على طول. هو هيستوي في الميه مش هيبان يعني. اضربها عشان تدوب. بتاعتنا اهو بصل اخضر وفجل طبعا اتنضف ومنقوع في الميه اهو، ولسه طبعا هعيد عليه تاني وهغسله وهقطعه بقى عشان احطه مع السمك، لان طبعا السمك الصياديه بيحب الفجل والبصل الاخضر. كده يا جماعه انا غسلت البصل الاخضر وقطعته اهو، حطيته بقى في ميه نضيفه وصفي القارب كده. وبرده الفجل اهوت غسلته ونضفته وغسلت الراس بتاعته اهي. بينتعش بقى ما بيبقى في الميه. شوفوا بقى قد ايه اهو زي الفل كده. هسيبه بقى يتنقع شويه عشان نعرف. طبعا انا بحب اكل قوي الفجل والبصل الاخضر ده مع الصياديه، بتبقى جميله قوي. طبعا ما يتاكلش مع السلطه، واللي عايز يعمل او ياكل معاه يعني عادي مفيش مشكله، بس انا بالنسبه لي بحب الخضره اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده حبايبي رجعت لكم تاني بعد ما جهزت بقى الحاجه اهي. ده السمك بعد ما تومته، يعني عملت فيه التتويمه بتاعته اهي وحشيته زي ما انتم شايفين كده اهو. ده بتاع القلي، وده ونصه هعمله للشوربه. ايوه هعمله للشوربه. في سمك بحاله اهو، وفي سمك قسمته 2 قلي كبير كده علشان هو ما بياخدش سوى كتير في الشوربه، يعني هو غلوتين 3 كده وبطلعه من الشوربه علشان ما يتهراش، وبسيب الشوربه تستوى بقى كده مع الليمون مع بهاراتها والبصله الصياديه اللي انا فرمتها بعد ما قلتها للشوربه علشان ما يبقاش فيها حتت بصل، لازم بفرمها في الخلاط. اما للرز فبسويها قوي وبسيبها. ده الشوربه بتاعت الصياديه اهي مفرومه، وطبعا انا حطيت لها ميه وبهاراتها اللي هو الفلفل وبهارات اللحمه او بهارات السبع بهارات علشان يبقى لها ريحه حلوه كده ونكهه حلوه في الاكل. وبسيب بقى البصل يستوى كده. ده
الشوربه. اما الرز فهو حطيته وحطيت الميه بتاعته وحطيت بهاراته ولسه بقى هيغلي عشان البصله تخرج ويبقى لونها حلو زي ما احنا شايفين، او عايزين نشوفه في الصياديه يعني. فانا اكل جاهز اهو، يا دوبك دوت حطيت عليه ملح اللي هو بتاع الشوربه وهصفيه، ويا دوبك الشوربه تستوي وهنزله فيها على طول. المقلي بقى عشان يبقى سخن هستنى عليه شويه، مش هقليه دلوقتي. ايوه انا بقليه من غير دقيق علشان في الاخر بحط عليه خل. انا ما بحطش خل على السمك وهو ني عشان ما يتهراش. تمام. هنا بقى حبايبي البصله بتاعت الشوربه خلصت استوت اهي، وانا هنا هحط بقى فيها السمك جيت عملت فيه ايه، حطيت خله كده قفلت بها القلب بتاعه كده او البطن بتاعته عشان ما يفتحش ايه اول ما بنزله في الشوربه. تمام. ننزل واحده كده بسم الله. نسيبه بالراحه. انا غيرت الحله وجبتها واسعه شويه عشان اعرف اقلب السمك. انا طبعا مش هيتقلب يعني، هدوره فيها كده بالراحه وغلوتين كده وعشان اعرف اشيله منها. تمام. هيبدا يغلى اهوت اهو. كده يا جماعه السمك خلص، هشيله وارجع لكم تاني بقى مع الرز ومع السمك اللي احنا هنقليه. انا شلت اهو السمك من الشوربه، شيله بالراحه خالص عشان ما يتكسرش. معلش يا جماعه انا لقيت التليفون غروش مره واحده عشان البخار بتاع السمك اهو. شوفوا اللون بتاعه. طبعا ده هيسيب لما يبرد. هنيجي بقى اما نغرف نطلع السمك في اطباق. ما بحطش على الشوربه، اللي عايز بقى بسخن الشوربه بحط له. انا عن نفسي بحب اكله وهو بارد. ليه بقى؟ بس بشرب الشوربه بتاعته لوحدها وبحط عليها ليمون. ليه سمك الشوربه بحب اكله وهو بارد؟ عشان اعرف امسك الفص بتاعه. اما اجي اقطعه كده ما يبقاش سايح، ما يبقاش خفيف يتقطع مني. انا ما بحبوش لو هو بارد يعني ايه يعني خلاص ما عادش فيه السخونيه بتاعته. تحسي بقى وتستطعمي بسمك الصياديه اللي في الشوربه طعم جدا. حتى تحسي وانت ماسكه يعني. شوفوا دلوقتي السمكه طريه، شوفوا طريه. اما تيجي بقى تبرد هتلاقيها ماسكه وحلوه يعني. ده اللون بتاع السمك اهو. والشوربه بقى سبتها على النار شويه وهنرجع بقى ايه نشوف الرز. اهو الرز اهو. الرز اهو بيشرب مع نفسه اهو. السمكه سمك الصياديه بتاعنا ده بالبصله الغامقه ومعلقتين سكر بيبقى تحفه تحفه تحفه. هنا بقى رجعت تاني اهو عشان اقلي السمك. انا قدحته الزيت قوي يعني، قدحته يعني سبته لما سخن قوي ووطيت عليه. نزل السمك كده نعلي بقى بالراحه كده ما نقلبهاش. انا هاخد لون من تحت عشان ايه ما يلزقش مني. شوفوا بقى الريحه طلعت، الثوم والفلفل الاخضر ريحه عجيبه ومع خل. حطيت دلوقتي عليه معلقه خل لان هقليه، لكن ما احطهاش واسيبه يعني. انا رشيت فوق كده بس، لكن لو انا نقعته في الخل الرز كده الرز وجماله. ونحط بقى بعمل ازاي ريحته بقى بالبصله الجميله دي، لونه احمر وحلو ازاي. ده الرز تمام كده صفيها قوي اهو.
هحط واحده كمان بالراحه خالص اهو. وده السمك اللي انا طلعته، بسيبه بقى براحته زي الفل. شوفوا زي الفل. ايه ثوم والفلفل الاخضر اللي بينزل من السمك، وده قشر الليمون. اما بعصر الليمون عليه بحط القشر عشان يضيع الزفره من البيت اهو. كده يا حبايبي دي سفرتنا اهي. انا لسه على فكره انا غرفت عشان بس اصور لكم الاكل، لان لسه بقلي بقيت السمك على النار. ادي البصل الاخضر، ودي الشوربه بتاعتنا شوفوا عامله ازاي، والرز بتاعنا اهو، والسمك المقلي اهوت. شوفوا شوفوا زي الفل وبيقرمش ازاي. لسه طبعا باقي السمك على النار علشان لسه هنحط عليه خل. هسخن الخل كده في المقلايه واحطه. وده السمك الصياديه اللي كان في الشوربه. شوفوا بقى بعد ما برد، انا بقى بحب امسكه كده اهو. شوفوا شوفوا ماهيش طريه ولا بتقع مني ولا حاجه. كده السمك اللي عايز بياخد يحط في طبق ويحط على الشوربه لو عايزه سخن. انا عن نفسي بحبه كده. ده لونه وده الاكل بتاعنا، ويا ريت يكون عجبكم وحاز على رضاكم. واقول لكم ما تنسوناش بقى بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، لان بجد يا جماعه الواحد والله انا بتعب في القناه ومفيش اي تفاعل خالص. فمعلش رجاء رجاء انصفونا ولو لمره واحده. وشكرا ومع السلامه في فيديو جديد.